فيديو النهارده هقول لك ايه احسن لابتوب تشتريه ليك انت، وده حاجه اكسكلوسيف يعني. تعال بس قبل اي حاجه السبونسر معانا بيتك. قبل اي حاجه انا دلوقتي لو قلت لك ان احسن لابتوب تشتريه لينوفو اكس ماكس برو بعد 10 دقايق من نزول الفيديو بسبب القاعده الجماهيريه الكبيره جدا اللي عندنا هيكون مباع او سولد اوت. وده غالبا بيحصل معاك ان انت بعد ما تتفرج على اللابتوب او بيوم او يومين بتلاقي ان اللابتوب مش موجود. فعشان نحل المشكله دي هقول لك على كام تريكايه، على كام حاجه كده بسيطه تعرف تجيب بيها احسن لابتوب، حتى لو احسن لابتوب ده متباع او خلص مثلا هيبقى الموضوع فليكسبل قوي بالنسبه لك. عشان اقول لك احسن لابتوب ليك هعتبرك ما بتفهمش. انا اسف، ما اقصدش ما بتفهمش، اقصد يعني ما بتفهمش في اللابات. ولو انت حد فاهم شويه هقول لك برضك على كام تريكات انت مش واخد بالك منهم هيعجبوك جدا. فكمل الفيديو. بس قبل ما تبتدي وتخش معايا في الفيديو، ورقه وقلم ونبتدي الشغل. السبونسرد باي بي تك برضه، والقلم من بي تك هنحتاجهم في الشغل في الفيديو. المهم، بعد اللي تجيب الورقه والقلم هتلاقين لا روح هاتهم الاول. روح هات الورقه، اتفضل، انا قاعد مستنيك اهو، مش هروح في حته، مستنيك هنا اهو. جبت الورقه والقلم؟ طب خلاص يلا نبتدي. اول حاجه عملتها عشان اجيب احسن لابتوب قسمت اللاب لحاجتين: خامات وامكانيات. تعال الاول نتكلم في الخامات. الخامات قسمتها لثلاث حاجات: خامه اللابتوب من بره، جسم اللابتوب، شاشه اللابتوب، والمداخل اللي في اللابتوب. تعال نتكلم الاول على جسم اللابتوب من بره. بص، الخامات في اللابتوب هتلاقي فيه اتنين، يا اما معدن يا اما بلاستيك. المعدن ده كويس جدا، هتحس ان انت شاري خامه بريميوم انيقه جدا. حلوه انيقه. فلو لقيت الخامه معدن هاته. تاني حاجه الخامات البلاستيك، ودي اللي موجوده في السوق وفي اللابات الجديده بكثره، يعني موجوده كتير. بس في البلاستيك بتقسم لنوعين: بلاستيك تعبان خالص اللي هو الهاند سكراتش، اللي هو فيه زي نقوش كده، حلوه النقوش دي برضو، فده ما تشتروش لان حرفيا اللاب لو وقع منك وعلى حجرك وانت قاعد على الارض هيكون اتكسر. خليك في الخامه. في خامه تانية الصراحه مش عارف اسمها، بس هي قريبه كده، هتحس ان انت لو انت شايف اللابتوب من بعيد هتحس ان هو معدن. الخامه دي كويس. المهم ابعد عن الهاند سكراتش خالص لان خامته تعبانه جدا. فانت كده عندك يا اما معدن يا اما اللي هي الخامه البلاستيك اللي هي قريبه من المعدن. نبعد عن الهاند سكراتش. ده بالنسبه لخامه اللابتوب من بره. نروح لتاني حاجه معانا وهي الشاشه. الشاشات موجود فيها من 11 ل 19 انش، بس اللي موجود في السوق بكثره يعني من 14 ل 15 و6 من 10. تعال نتكلم على ال 14 بوصه الاول. ال 14 بوصه او ال 14 انش ده لحد بيتنطط باللابتوب كتير. يعني انا عايز اللابتوب اروح بيه جامعه، اروح بيه درس، اروح اقعد بيه في الكافيه، اروح اقعد بيه عند قرايبنا. فهو بيبقى خفيف، يعني هو بيبقى كيلو او كيلو 200 جرام، فبيبقى الموضوع اكنه يعني اكنك ماسك موبايل كبير شويه او تابلت، فبيكون كويس. بس ده يعني عيوبه كتير. على قد ما هو دي مميزات ودي مميزات كتير، لا ليه عيوب اكتر بقى. من عيوبه ان الشاشه بتكون صغيره، فما تقدرش تشتغل فيه اوفيس واكسل وورد والحاجات دي. بتيجي تكتب ما بتبقاش شايف قوي يعني. وبرده البروجرامينج هيبقى الموضوع صعب، لان في البروجرامينج بتحتاج تفتح كذا تاب جنب بعض فمش هتبقى شايف. ان بيبقى الموضوع هيبقى صغير، او مهما ما كانت الكواليتي بتاعت الشاشه عاليه برده هيبقى الكلام اللي جوه الشاشه صغير. فده ينفعك لو انت حد بتتفرج على فيديوهات بس، لان حتى الكيبورد والتاتش باد بتاعه الاستخدام فيهم صعب. الكيبورد بيبقى صغير ما فيهوش حتى نام بلوك اللي هو الارقام اللي بتبقى على اليمين دي، والتاتش باد بيبقى في النص، فانت وانت بتلمس كده وبتشغل على الكيبورد هتلاقي ان انت بتلمس التاتش باد، فيوزر اكسبيرينس زي الزفت. هروح لل 15 و6 من 10 وده اللي موجود في السوق يعني، وده اللي انا برشحه ليك. 15 و6 من 10 انش ده ينفعك لو انت جيمر، لو انت بتعمل ستريم، لو شغل اوفيس، شغل بيزنس وورد واكسل وكل ده. الشاشه الكبيره هتنفعك. شغل بروجرامينج تقدر تفتح كذا تاب في نفس الوقت، هيكون الموضوع باين ويكون اليوزر اكسبيرينس مريحه يعني. حتى الكيبورد والتاتش باد، التاتش باد هتلاقيه على جنب كده فمش هيضايقك وانت بتكتب، والكيبورد برده فيه نام لوك وكيبورد كبير نوعا ما، فيبقى الموضوع ايه، مريح وكويس جدا. وفي نفس الوقت في ميزه ال 14 بوصه ان هو خفيف، يعني هو بيبقى من كيلو ونص ل 2 كيلو، فالموضوع ما بيبقاش تقيل. في نفس الوقت اللابتوب برده مش كبير، يعني هو ال 15 6 من 10 بوصه دول مش هيكملوا يعني تقريبا قد كده بالظبط، او اصغر من كده كمان. ف 15 6 من 10 بوصه ده احسن حجم تشتري فيه بيه اللابتوب.
حاجه تانية بقى اكلمك فيها زياده عن حجم الشاشه. احنا كده خلصنا حجم الشاشه 15.6 انش، ده كويس. نروح بقى للحاجه التانية. لازم تكون درجه سطوع الشاشه اكتر من 220 نتس. نتس دي اللي بتبقى معناها شمعه، بس هي يعني دي درجه سطوع الشاشه ان انت تقدر تشوف مثلا تحت اضاءه عاليه. يعني انا دلوقتي لو قاعد تحت اللمبه دي العاديه، لو اقل من 220 نتس مش هبقى شايف حاجه، لازم اطفي النور عشان اتفرج على الشاشه، فده مش كويس. ف 220 نتس اقل حاجه وانت طالع، ده احسن. تاني حاجه برضو اكلمك عليها، البانل بتاع الشاشه. البانل بتاع الشاشه ده سرعه استجابه الشاشه والوان الشاشه. يعني ايه استجابه الشاشه؟ طيب الاول، استجابه الشاشه دي مثلا كارت الشاشه بيدي الفريم او الصوره للشاشه، فسرعه عرض الشاشه دي ليك هي دي استجابه الشاشه. فاحنا عندنا تي ان، اي بي اس، اوليد. احسن حاجه فيهم هي الاوليد، واقل حاجه التي ان، وفي النص الاي بي اس، ودي استخدام محترم جدا. التي ان عيوبها استجابه بطيئه، الاوليد عيوبها ان هي غاليه جدا، او مش غاليه جدا يعني، هي بتبقى فوق ال 20000 جنيه. فخلينا في الاي بي اس، استجابه محترمه، الوان محترمه، تكون كويسه جدا. فخلينا في الاي بي اس دي از مينيمم ريكوايرمنت. نتكلم برضو في ان الشاشه لازم تكون انتي جلير او مطفيه. ليه بقى؟ لان انت مثلا لو حد بتتنطط باللابتوب كتير، بتقعد في كافيهات، في الجامعه، في المدرسه، دروس وبتاع، فانتي جلير هتكون تحت الشمس تقدر تشوف وتتعامل مع اللابتوب. لو مش انتي جلير تحت الشمس، انت حرفيا اكنك هتكون شايف شاشه سوداء. ده بالنسبه للشاشه. نعمل ريكاب بقى، ورقتك وقلمك معايا، اكتب ورايا. شاشه 15.6، تكون بانل اي بي اس مينيمم 220 نتس، انتي جلير، وحاجه اخيره تكون فول اتش دي مش اتش دي، لان 15.6 الشاشه كبيره نوعا ما. فلو لو اخترت الاتش دي مش فول اتش دي، هيكون انت شايف كل بيكسل 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 بيكسل. فلا، روح للفول اتش دي في الريزوليوشن هيكون احسن. تمام كده احنا خلصنا الشاشه. نخش في المداخل. اول حاجه طبيعي يكون في مدخل الشاحن. تمام. بعد مدخل الشاحن هتلاحظ ان في يو اس بي 2 ويو اس بي 3. اتاكد برضو ان في يو اس بي 3 لان سرعه نقل البيانات بتكون فيه اعلى. ولو في تايب سي، مدخل تايب سي، هيكون احسن. وبعد كده هنروح نلاقي ان في حاجه اسمها الاتش دي ام اي، دي نازله جديده. القديم بتاعها كان الفيجا. انت ركز ان هو يكون في اتش دي ام اي، لان لو انت عاوز تعرض الشاشه بتاعتك على بروجيكتور او على تلفزيون او شاشه كبيره، لو فيجا هتلاقي ان هو بيقلل الكواليتي قوي. يعني لو كان لابتوب فول اتش دي هينزل لك لايه؟ الاس دي اللي هو 480، فموضوع صعب. فركز ان هي تكون في اتش دي ام اي بس. تمام. ده المداخل اللي في اللابتوب الجديد. في اللابات القديمه هتلاقي في مدخل فيجا، فيزا، سي دي، حاجات كده، اس اي ام، وسي دي برضو، واس دي. يعني حاجات ملهاش لازمه قوي، والحاجات دي دلوقتي كلها اتلغت. بس ده بالنسبه للمداخل. ركاب خفيف، اتاكد اللي انت كاتبه. الخامه اقل حاجه تكون بلاستيك اللي هو القريب من المعدن. الشاشه زي ما لسه قايلين، والمداخل اللي انا لسه قايل عليها دلوقتي. دي جزء الخامات. نخش بقى الجزء الايه؟ الامكانيات. هنراجعه من ناحيه البروسيسور، من ناحيه الهارد، من ناحيه الرام، من ناحيه كارت الشاشه، واخر حاجه البطاريه. نخش الاول على البروسيسور. هنبص على البروسيسورات اللي موجوده في السوق. هتلاقي ان انت عندك شركتين، انتل والشركه الثانيه اي ام دي. هتلاقي من انتل موجود بروسيسور اي 3، كور اي 3، كور اي 5، كور اي 7، كور اي 9. تعال ناخد واحده واحده كده. انتل الاول وبعد كده نبقى نروح للاي ام دي. اي 3 ده بيبقى اضعف فئه من فئات الانتل. بيبقى موجود مثلا للبراوزنج، للبرامج الاوفيس، حاجات زي كده، فما بيكونش قوي يعني. وبيكون الاجيال فيه من الجيل الاول للجيل ال 12، ده اللي موجود عندنا هنا في مصر يعني، لكن هو وصل بره للجيل ال 13 تقريبا. فهقول لك ازاي برضو بتعرف الجيل الكام. وده برضو نفس الفكره موجود في الاي 5 والاي 7 والاي 9، كلهم الجيل الاول للجيل ال 12. في الاي 3 دلوقتي مثلا لو انا عايز اعرف جيل كام من الاول ل 12، هتلاقي ان هو اي 3 بعد كده مكتوب 5 ارقام. لو كان جيل 10، 11، 12 بيبقى 5 ارقام. اول رقمين ده الجيل، وبعد كده اسم الموديل بتاعه. يعني مثلا في المثال بتاعنا الاي 3 10 110 يو، هنا الجيل العاشر، و110 دي اسم الموديل بتاعنا. واليو ديت يعني الترا لو باور كونسيومينج، يعني بيستهلك باور قليل. يعني انت لو حد عايز تتنطط باللابتوب كتير ويكون البطاريه تقعد معاك اكتر وقت ممكن، فيكون اليو دي كويس عشان. طب انت لو حد بتحب تلعب جيمنج وتحب تعمل ستريمينج، فيديو اديتنج كده، يعني تشتغل على اللابتوب شغل تقيل، هيكون بدل اليو دي في اتش كيو. وده موجود في الاي 5 والاي 7 والاي 9، مش هتلاقيه موجود في الاي 3 لان دول اللي بيشغلوا العاب. فالاتش كيو دي اللي هاي كواليتي جرافيك كواد كور تقريبا. دي بتشغل لك العاب بجوده عاليه بفريمات عاليه، بس بتستهلك من البطاريه قوي، فمش هتقدر تخليك ان انت تقعد بالبطاريه وقت كتير يعني.
بس ده بالنسبه لان انت ازاي تقرا الجيل بتاع البروسيسور، وتطبق نفس الكلام ده على الاي 5 والاي 7 والاي 9. طب جميل، دلوقتي انت عرفت استخدام الاي 3 براوزنج واوفيس وكده. الاي 5 هتلاقي ان هو يروح للجيمنج، يروح للفيديو اديتنج، يروح للستريمنج، كل ده. والاي 7 اعلى منه. والاي 9 ده بقى يعني هو اصلا مش بيبقى موجود في اللابتوب غير فوق 30,000 جنيه. ده لو انت هتشتغل في ناسا مثلا، او فاهم، او شغال في المخابرات، مش عارف والله هتحتاجه لايه، بس هو بيكون غالي جدا يعني. دي انا كده خلصت لك الانتل. نخش بقى على الاي ام دي. الاي ام دي هتلاقي فيها بروسيسورات قديمه اللي هي الاي 4 والاي 7 والاي 9 والاي 10 والحاجات دي، سيبك منها كلها لان حرفيا زباله الزباله ملهاش لازمه. خليك في البروسيسورات الجيل الحديث اللي هو رايزن. هتلاقي رايزن 3 زيه زي الاي 3 نفس الكلام بالظبط، رايزن 5 زيه زي الاي 5 نفس الكلام بالظبط اللي اتكلمنا فيه الاي 5، رايزن 7 رايزن 9 زيهم زي الانت. الفرق ما بين ده وده وامتى اجيب ده وامتى تجيب ده، دلوقتي لو انت هتشتري لابتوب من غير كارت شاشه هتروح للرايزن، لان كارت الشاشه المدمج اللي في رايزن قوي جدا، على عكس انتل كارت الشاشه المدمج اللي فيها تعبان. فامتى تروح لرايزن؟ اما تكون مش هتشتري كارت شاشه او اللابتوب ما فيهوش كارت شاشه روح لرايزن، اللابتوب فيه كارت شاشه روح لانتل. كارت الشاشه المدمج ده بيبقى بدل كارت الشاشه الخارجي، بيبقى مثلا قوته اقل من كارت الشاشه الخارجي بس موجود. فرايزن بتقدم كارت شاشه مدمج محترم جدا، انتل تعبان جدا. فده بالنسبه للبروسيسورات. حاجه اخيره بس عشان انا نسيت اكلمك عنها، في بروسيسورين اسلون وسيلرون، الاثنين دول من انتل وهتلاقيهم من 5 6000 جنيه كده، ما يدفعش فيهم 200 جنيه مش 5 6000 جنيه. امتى تجيبهم؟ لو انت هتحتاج اللابتوب ان انت تحط ديكور مثلا عندك في الصاله بره، ساعتها تجيب اسلون وسيلرون، لكن هم حتى مش هيشغلوا لك اوفيس ولا براوزنج ولا اي حاجه، لابات حرفيا زباله الزباله. يعني انت ممكن تجيبه مثلا زي اللي هيجيب حمام ويطيره فترميه مثلا من البلكونه ولا حاجه. بس ده السيلرون والاسلون. فانا كده خلصت حته البروسيسورات. نروح بعد كده للجزء بتاع الرامات. الرامات موجود فيها من دي دي ار 1 لدي دي ار 4، تختلف فيهم سرعه الكاش بتاع الرام. والرام دوت افهمك بس معنى الرام. الرام دوت هو اللي بيخليك تفتح كذا تاب في نفس الوقت، يعني تشغل مثلا كروم معاها الواتساب معاها لعبه معاها كذا، فانت بتحتاج تشغل كذا حاجه في نفس الوقت، بيكون الرام ده لازم تجيبه كويس. فدي دي ار 1 تعبان خالص وانقرض، دي دي ار 2 انقرض برضك، فعندنا الدي دي ار 3 والدي دي ار 4. سيبك من الدي دي ار 3 بطيء، خلينا في الدي دي ار 4. ده بالنسبه للرامات. فالدي دي ار 4 ده مينيموم، ما فيهوش اختيارات، واقل حاجه 8 جيجا رام، وانت طالع ماشي وانت نازل ما تنزل. فلازم يكون الرامات 8 رام اقل حاجه، وانت طالع 16 هيكون كويس. دي دي ار 4 ده بالنسبه للرامات عشان يبقى الموضوع فاهم استعمال ادمي. يعني انا عندي رامات دي دي ار 4 8، كروم لوحده بياخد 2 جيجا رام، فده لو كان دي دي ار 3 كان هياخد 4. فاقل حاجه 8 جيجا رام ما تقلش عنه. خلصنا جزء الرامات، نتكلم بقى عن كارت الشاشه. كارت الشاشه دوت الحاجه اللي بتكريت الصور او اللي هي بتعمل الصور. يعني دلوقتي مثلا بتحضر الصوره دي تبعتها للشاشه ان هي تعرضها، فكل ما يكون كارت شاشه احسن كل ما يعرض لك صور احسن، كل ما يكون الاستجابه بتاعته احسن للطلبات اللي بيطلبها منها البروسيسور. فدلوقتي عندنا كروت الشاشه نوعين، يا اما كارت مدمج يا اما كارت خارجي. سيبك من المدمج دلوقتي حطه على جنب وتعال نبص على الكروت الخارجيه. الكروت الخارجيه عندنا منها كروت خارجيه تعبانه اللي هي زي الام اكس، وفي برضو كراديون وحاجات كده تعبانه خالص، ابعد عنها. كروت الشاشه الخارجيه دي حرفيا يعني انت لو وقعت في الاختيار ما بين كارت شاشه خارجي هنا كده من انتل، ولا عايز كارت شاشه مدمج من رايزن، زي ما قلنا كروت الشاشه المدمجه من رايزن كويسه، لا روح لرايزن بكارت الشاشه المدمج. كارت شاشه زي الام اكس تعبان خالص، من ام اكس 110 لغايه بص يعني 550 لغايه ما انت عايز، تعبان خالص. اما كروت الشاشه بنت ناس اللي لو لقيتها اشتريها على طول زي الجي تي اكس ار تي اكس، كل كروت الشاشه دول او الاثنين دول بيبقوا كروت شاشه قويه جدا، تنفع للجيمنج ستريمنج فيديو اديتنج اكتر من حاجه يعني. فكده انت عرفت كروت الشاشه. لو لقيت كروت شاشه ام اكس او راديون روح للمدمج بتاع رايزن احسن، تمام. لكن الام اكس من انتل سيبك منه وروح للمدمج رايزن احسن بكتير. ده بالنسبه لكروت الشاشه. ننزل بعد كده للهارد. الهارد ده في منه 3 انواع، لا اما اتش دي دي لا اما اس اس دي لا اما ام دوت 2. طبعا زي الطبيعي اللي احسن حاجه فيهم الام دوت 2 واقل حاجه فيهم خالص الاتش دي دي، وده ضعيف جدا وابعد عنه. فخليك مينيمم ريكويرمنت او اقل حاجه ابتدي من على الاس اس دي، وهو ده كويس فئته السعريه كويسه جدا. لقيت الام دوت 2 قشطه تمام روح له، ما لقيتوش يبقى الاس اس دي كويس، لكن ما تروحش للاتش دي دي عشان ميت، تمام.
والهارد ديسك ده اللي بتخزن عليه حاجتك، تخزن عليه مثلا الفايلات الكبيره اللي هي مثلا 10 20 30 جيجا. حاجه برضو كده، ما تجيبش اس اس دي اقل من 256 لان مش هينفعك حرفيا، لان اقل من كده ما بتبقاش فيه مساحه خالص. فانت لو هتجيب 256 لازم أن يكون معاه تيرا اتش دي دي. 256 بتشتغل على الحاجات اللي انت مثلا بتشغل لعبه دلوقتي، فاللعبه دي هترن او هتشتغل على 256، فاهم؟ والويندوز هيبقى شغال على 256 اللي هم الاس اس دي، والاتش دي دي عشان تعين مثلا الالعاب بتاعتك، بتاع لو انت عندك العاب مثلا مساحتها كبيره او برامج بتاعتك مساحتها كبيره. فده بالنسبه للهارد. اخر حاجه معانا وهي البطاريه. فالبطاريه دي لازم تشوف العمر بتاعها. انا مش هتكلم المفروض تكون ليثيوم او مش عارف ايه والكلام ده، لا، شوف العمر بتاع البطاريه. لو ساعتين 3 ساعات فاكس منه خالص، لان احنا بنجيب اللابتوب ليه؟ عشان نقدر نستخدمه من غير الشاحن. فساعتين 3 ساعات دول بيصفصفوا على نص ساعه، لان العمر ده بيبقى اونطر، العمر الافتراضي بتاعهم بيبقى هم ليهم حاجات خاصه بيهم، فما بتبقاش صح 100%. فاقل حاجه من 4 ل 6 ساعات. ريكاب بقى سريع على الحاجات اللي انت كتبتها. البروسيسور من انتل، لو في كارت شاشه خارجي، كارت شاشه مدمج يبقى من رايزن. الرامات 8 دي دي ار 4 وانت طالع. الهارد 256 اس اس دي. البطاريه من 4 ل 6 ساعات وانت طالع هيكون كويس. والحاجات اللي اتكلمنا معاها في الخامات برضو حط الجزء ده معاها، حطهم تحت بعض كده وشوف انت دي المينيمم ريكوايرمنت، دي اقل حاجه تطلع عنها ماشي، تقل عنها لا. تمام. وده الفيديو معايا النهارده. بس اخر حاجه اقول لك عليها، ما تنساش ان انت اللابتوب لو هتشتريه اونلاين تروح في اي محل يكون مثلا في مول البستان او مول العصر، تتفرج عليه وتشوف الخامات على الطبيعه، لان بتفرق جدا، وتشوف لمسه الكيبورد وتشوف التاتش باد والحاجات زي كده، وتشوف امكانيات اللابتوب تتاكد منها. اكتب اسم اللابتوب وجنبيه مثلا كلمه بنش مارك على اليوتيوب، بتلاقي في فيديوهات بيدوس على اللابتوب جامد وعلى الكارت الشاشه وعلى البروسيسور وعلى الرامات اللي فيه، وبيشوف امكانياته واللابتوب ده هيقدر يطلع لك ايه. فكل حاجه شوف البنش مارك بتاعتها، اعمل مقارنه ما بين اللابات وبعض، ما بين الامكانيات وبعض. ولو في الاخر غلبت خالص تعالى اكتب لي في الكومنتات وانا هرد عليك في ساعتها. بس قبل ما تكتب في الكومنتات اعمل سبسكرايب، لان لو مش عامل سبسكرايب مش هرد عليك. وبرضك حاجه اخيره، في فيديو تاني لللابات هجيب لك كام لاب دول كده مثلا، حطهم دول الحاجات اللي انا اجيب زيهم، هيبقى موجود ان شاء الله الاسبوع الجاي او كمان كام يوم. بس ده فيديو النهارده، كان معاك حمدي فرج، حمدي فرج من كويك تك. اعمل سبسكرايب، دوس لايك، اعمل زر الجرس عشان يجيلك الفيديو الجديد بتاع اللابات اللي انت هتكون مستنيه. انزل حط كومنت، والسلام عليكم.